ده اشهر اب في مصر والعالم العربي كله، بابا غنوج. بس عمرك فكرت مين هو بابا غنوج ده وليه بناكله؟ بيقول لك ان في القرن الاول للميلاد كان في رجل دين عايش في بلاد الشام، كان اسمه غنوج، وهو كان محبوب جدا من كل التلاميذ بتوعه. طب ايه اللي خلى الاكله دي تتسمى على اسمه؟ في روايتين. بابا غنوج في مره قرر ان هو يعزم التلاميذ بتوعه على الاكل عنده، جاب البتنجان والخضروات وشواهم وخلطهم مع بعض. تلاميذه لما اكلوا الاكله دي عجبتهم جدا، بس ما كانوش عارفين الاكله الغريبه دي اسمها ايه، فقرروا ان هم يسموها بابا غنوج تكريما ليه. الروايه الثانيه بتقول العكس بقى، ان واحد من التلاميذ هو اللي عمل الاكله دي لبابا غنوج، ولما قدم الاكله الجديده دي لبابا غنوج، الحقيقه ان البابا رفض ياكلها لوحده، وصمم ان كل تلامذته ياكلوا معاه نفس الاكله دي، فسموها بابا غنوج على اسمه. طب واحنا في مصر عرفناها ازاي؟ عن طريق القوافل التجاريه اللي كانت بين مصر والشام، والمصريين حبوا البابا غنوج ده جدا لدرجه انه طلع عليه افيه في فيلم، وقالوا نجم مشهور قوي. لو عرفتوا ايه هو الافيه ومين اللي قاله اكتبوا لي في الكومنتات.